طبعا اللي ينتقد كيليان مبابي بريال مدريد ويقول انه هو مخرب منظومه الريال وهو اللي جاي يسبب مشاكل بالفريق، هذا ما يفهم شيء بكره القدم، مع احترامي طبعا ما يفهم شيء بكره القدم. اليوم شفنا ريال مدريد من دون كيليان مبابي، من دون افضل لاعب بالعالم، من دون هدافهم، شنو اللي صار بيهم؟ خساره امام ختافي، نادي ينافس على الهبوط بالدوري الاسباني، وبملعبك وبارضك ببيت جماهيرك بالسانتياغو برنابيو، تخسر بال1-0 وتضيع الدوري لصالح نادي برشلونه. يعني نسبه 75% ريال مدريد ما راح ينافس على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم، لان برشلونه ما راح ينطي اي فرصه لريال مدريد حتى يتنافسون بالدوري. بحسب مصادر موثوقه من اسبانيا، كيليان مبابي راح يجري عمليه جراحيه لركبته، وعلى الاغلب اللاعب راح يغيب من شهرين واحتمال حد كاس العالم. اللاعب مستاء من اداره ريال مدريد ومن الفريق الطبي مالتهم، وقرر انه يروح لفرنسا حتى يتعالج. هذا يثبت لك شيء واحد، انه مشاكل ريال مدريد مو بس اللاعبين، مو بس الاداره، حتى بالفريق الطبي. فريق داخل مباريات مهمه، انت راح تواجه يوم الجمعه سيلتا فيجو بملعب نادي سيلتا فيجو، وعندك غيابات مهمه، كيليان مبابي، هويسون كراس بسبب تراكم الانذارات. زين بهالحاله شلون راح تفوز عليهم؟ عفك من هذول كلهم، شلون راح تواجه السيتي بهذا الفريق؟ السيتي المرعب، السيتي اللي عنده صفقات، السيتي اللي عنده مدرب، راح تواجه بربليو وهاي اللاعبين. اعتقد انه موسم ريال مدريد موسم للنسيان، موسم صفري.